واقع متابعتنا للأخبار يعني حالة من الهجمات الإرهابية وحالة من الاشتباكات العنيفة، حالة من القر والفر، وأيضا الاعتداءات المتكررة على المنشآت الحيوية وأيضا الكنائس. يعني تصور حضرتك لهذا المشهد؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن مسألة فض اعتصام رابعة المسلح واعتصام النهضة الجهادي لا شك أن هم أهم إنجاز للشعب بعد ثورة 30 يونيو، للشعب والدولة المصرية. النهاردة هو يوم انتصار للدولة المصرية، وكان يجب أن يكون معلوما للجميع أنه حينما تفض هذه الاعتصامات لابد أن يكون هناك محاولات يائسة للتخريب في مصر، وليست حرب أهلية كما يحاول المغرضين والكارهين لحضارة مصر أن يصوروها، وليست أيضا صدام بين أبناء الشعب، لأن دول مش الشعب. يعني هذه العينات التي تخرج لكي تتخلى عن وطنيتها هي بسيطة جدا إذا ما قورنت ب90 مليون مصري، وبالتالي نحن أمام تخريب وعمليات إرهاب متعمد وممنهج، وكانت هناك مخططات لكي يتم هذا العمل التخريبي بعد عملية فض الاعتصامات، ونوع من التهديد ونوع من إظهار صورة مزورة للخارج أكثر منها بالداخل، أن الإخوان يستطيعون أن يسيطروا أو يثيروا الرعب في مصر، أو يثيروا نوع من الشعور بأنهم مسيطرين على الشعب المصري ويستطيعون أن يعودوا إلى الحكم. وهذا يعني أنا بعتبره نوع من جهل بموقف سياسي، الجهل بطبيعة الشعب المصري، أيضا الجهل بطبيعة العمليات السياسية. يعني هذه الجماعة انتحرت اليوم سياسيا للأبد. يعني اليوم أنا بقول اهو تاريخ انتهاء الجماعة كجماعة إخوان مسلمين، مش في مصر، في العالم. تنظيم الإخواني الدولي، جماعة الإخوان المسلمين انتهت من تاريخ العمل السياسي. نعم. طيب استأذن حضرتك، معنا اتصال هاتفي من الأستاذ جيلاني كساب رئيس ائتلاف شباب الصحفيين. هل أنت معي؟ نعم حضرتك يا فندم. صباح الخير. وبداية كيف تقرأ المشهد الحالي؟ كيف تقرأ محاولات فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة؟ وأيضا ماذا عن الصحفيين وعن شباب الصحفيين المتواجدين الآن في هذه الميادين؟ تمام. في البدايه طبعا انا يعني بصبح على سياده المستشار احمد الفضالي. اهلا بيك، صباح الخير. وانا اول حاجه هبدا بيها هو البلاغ او الاستغاثه اللي تقدم بها المستشار احمد الفضالي حينذاك لما كان الاخوان هيهجموا على المقر العام للجمعيات الشبان المسلمين، وهو يتذكر ذلك. يعني ده بدا الارهاب من هنا. اشكرك يا استاذ جيلاني. الحاجه الثانيه يا فندم، احنا طبعا الائتلاف بتاعنا بيضم 27 فرع على مستوى الجمهوريه. احنا اول حاجه رصدنا النهارده طبعا، والغريبه ان انتم ما جبتوش الحاجه دي ولا حتى الداخليه اعلنت ان هو تم الان الاقتحام على واشعال الحريق بمركز شرطه سملوط بالمنيا، واصابه ووفاه 3 ضباط وبعض من الجنود والغفره الموجودين داخل المركز الشرطي. الحاجه الثانيه اللي احنا رصدناها يا فندم ان هو بيتم الان توزيع منشورات على المره بشوارع فيصل من قبل الارهابي خالد الازهري، وهو وزير القوى العامله الاسبق في عهد المعزول. ثالث حاجه بيحثون طبعا على محاربه الجيش والشرطه. ثالث حاجه رصدناها ان هو حضرتك دلوقتي بيتم جمع اموال من قبل السيده ياسمين الخيام في مسجد الحصري لشراء الرمال والطوب لعمل مسدات رمليه وخرسانيه لاغلاق طريق مصر الفيوم الصحراوي. الحاجه الرابعه اللي انا اتمنى من حضراتكم ان انتم تعملوها ان هو تشغيل خدمه الفيديوهات عشان الناس تقدر تبعت لكم الفيديوهات على الاكونت الخاص بالقطاع الاخبار. رؤيتنا للمشهد النهارده يا فندم طبعا ده شيء متوقع، بس احنا طبعا يعني الحقيقه ااحنا بنلقي اللوم على دوله قطر ان هي قالت دلوقتي على لسان متحدثيها ان هي بتقول ان احنا ضد فض الاعتصام. وقالت كمان حاجه غريبه جدا واحنا موجودين حياه مصطفى محمود، بتقول ان الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب موجودين دلوقتي في اعتصام مصطفى محمود، وانا بكذب هذا الخبر. الشيخ محمد حسان متواجد في منزله، والشيخ محمد حسين يعقوب متواجد في اكتوبر، ولم يذهب احدا منهم الى ميدان مصطفى محمود. ودي كانت رؤيتنا النهارده للاحداث.
نعم، الأستاذ جيلاني كساب رئيس ائتلاف شباب الصحفيين، شكرا جزيلا لك كل الشكر. ونتحول مشاهدينا الكرام إلى مراسلنا في الإسكندرية مجدي رفاعي. مجدي، يعني وردت إلينا بعض الأخبار والأنباء عن إحراق الدور الأول والثاني في المجلس المحلي بمحافظة الإسكندرية، ما التفاصيل لديك؟ مجدي؟ مجدي، هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بمجدي رفاعي مراسلنا في الإسكندرية، وسوف نعود إليك بعد قليل. أعود لحضرتك سيادة المستشار أحمد الفضالي. وطبعا زي ما قال الأستاذ جيلاني كساب أن هناك يعني ردود أفعال انتقامية، ردود أفعال ضد المصريين العزل، ردود أفعال انتقامية ضد المنشآت الحيوية، ضد مراكز الشرطة، ضد المجندين الذين ليس لهم ذنب. يعني تم إلقاء مدرعة أمن مركزي من فوق الكوبري. يعني قبل ما أعرف من حضرتك هذه الإجابة، نعود إلى زميل مجدي رفاعي مراسلنا في الإسكندرية. ومجدي، كنت أسألك عن تفاصيل إحراق الدور الأول والثاني في المجلس المحلي بمحافظة الإسكندرية، ما التفاصيل لديك؟ بالفعل يا منى، بساعتين اقتحمت جماعه الاخوان المسلمين عدد كبير منهم مبنى محافظه الاسكندريه والمجلس المحلي للمحافظه الذي يحصل فيه. نعم مجدي. يبدو أن هناك عطلا فنيا في الاتصال، سوف نعود إليك مرة أخرى. وأعود إليك سيادة المستشار. طبعا زي ما قال الخبر نفسه عن وجود حرائق في المجلس المحلي الاسكندريه. هو المجلس المحلي هو الحقيقه هو نفس المبنى اللي بيستغل دلوقتي كبديل للمحافظه بعد الاخوان المسلمين برضه ومؤيديهم ومروجين فكرهم حرقوا مقر المحافظه الاصلي واللي كان تراث معماري. يعني انا بحزن ان في ناس معاهم جواز سفر وبطاقه مصريه بيعملوا كده في مصر. يعني انا ليا راي ان هذا العمل الجبان اللي بيحاول النيل من شعب مصر، يعني هي الناس دي مش هم بشر زينا كده ومصريين، وطلعوا مش زي الناس اللي بره اللي بيسمعوا اخبارنا بس، وشافوا الخروج العظيم لشعب مصر يوم 30 وعرفوا ان ما عادش لهم وجود، وعرفوا ان الشعب المصري فخرج ولم يعد، مش هيخضع تاني لمفعول السحر والكذب عن طريق استغلال الدين العظيم لتحقيق اغراض حقيره لديهم، لتحقيق اغراض تافهه جدا، ان هم يسيطروا على حكم في دوله عريقه زي مصر، وفي نفس الوقت فاكرين ان الشعب هيخضع لهذا الحكم الذي يتسم بالفاشيه والاستبداد والدمويه والوحشيه. كل هذه الامور بتعيد لنا المشهد مره اخرى. الناس دول فاقدين الوعي. انا بقول ان الاخوان المسلمين ومؤيديهم محتاجين فعلا علاج نفسي. انا متاكد ان مفيش حد هيعمل كده في بلده الا اذا كان حاجه من اتنين: لا خائن لوطنه لا فقد عقله. لان انا ازاي بحرق النهارده المحافظات والمستشفيات واقسام الشرطه وكل المرافق الحيويه؟ انا حد بيكره هذا البلد. ما ينفعش ابدا اكون انسان طبيعي وانا بعمل كل اللي ممكن يعمله عدو مصر. هو مش عايز اقول حاجه تانية، ده العدو اللي هو بيخشى من عراقه مصر وتاريخ مصر، بيبقى عنده احترام لتاريخ هذا البلد. دول فقدوا احترامهم لمصر. يعني بيستعدوا العالم على مصر بالظبط. تقدري تقولي عليهم هم اشبه بالعناصر المأجوره افرزوا حاله من العداء اللي ممكن مع دوله معاديه مع المصريين بشكل يعني عام. اللي بيحصل نعم. فوق ما يمكن ان نتقبله. نعم. يعني معنا الان هاتفيا دكتور محمد ابراهيم علي وزير الاثار. سياده الوزير، اهلا بحضرتك. وبدايه يعني الاجراءات الاحترازيه والوقائيه التي اتخذتها الوزاره لتامين كافه المنشات الاثريه والمواقع الاثريه ليس فقط في القاهره ولكن في محافظات الجمهوريه. اولا اهلا بيكي، واسمحي لي في البدايه ان انا احيي رجال الشرطه والجيش اللي بيتصدوا لهذا المخطط الارهابي لحرق مصر، الارهابي الغبي اللي هو هيحرق مصر. واعتقد ان هم كافرين بصد هذا المخطط الارهابي الغبي.
الحقيقه احنا كان لابد ان احنا نتخذ اجراءات احترازيه نتيجه عدم وجود زيارات، نتيجه ما يحدث في الشارع المصري، فكان لابد من اتخاذ اجراءات احترازيه بغلق جميع المتاحف والمناطق الاثريه حفاظا عليها وتحسبا لان حد يخش يحتمي بيها، وبالتالي يبقى الضرر ضررين. فاخذنا الاجراءات ديت ان احنا بنغلق جميع المتاحف وجميع المناطق الاثريه احترازيا النهارده الى ان يستتب الامن. الحقيقه كمان اسمحي لي بس اضيف معلومه، انا كنت في اتصال مع دكتور حازم عطيه الله محافظ الفيوم، وهو حاليا محاصر في داخل مصفحه ومعه السائق الخاص به مصاب وثلاث جنود مصابين، ويقوم الانصار الرئيس السابق بالقذف الاطارات المحروقه على السياره المصفحه، وتحاول المصفحه الهروب من هذا الحصار الشديد في داخل محافظه الفيوم. نعم، شكرا جزيلا دكتور محمد إبراهيم علي وزير الآثار، شكرا جزيلا لك، كل الشكر. ورد إلينا مشاهدينا الكرام هذا البيان من وزارة الإعلام. تتعرض الآن بعض أقسام الشرطة والمستشفيات والمنشآت العامة لمحاولات هجوم مسلح وتدمير من أنصار الرئيس المعزول من عناصر تنظيم الإخوان، وتقوم وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة بالتصدي بقوة لهذه المحاولات. ويناشد الإعلام المصري الجميع المساهمة في حماية الممتلكات العامة ومنشآت الدولة ومراكزها الحيوية دعما لأمان الوطن وأمان المواطنين. وانضم إلينا في الاستوديو الآن سيادة اللواء مجدي الشاهد الخبير الأمني. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني بداية كيف ترى إجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لفض اعتصامي رابعة والنهضة؟ الحمد لله تم الاستجابة للمطلب الشعبي بتفويض السيد وزير الدفاع ووزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لفض اعتصامين في ميدان النهضة وفي ميدان رابعة العدوية، وكان بتفويض شعبي يكاد يكون مجمع عليه من الشعب المصري، إلا قلة من الشعب خارجة عن القانون وتبغى دائما الخراب. وتعرضت من خلال برنامج عندكم قبل كده وقلت انه الناس اللي بتتساءل باستمرار امتى التعامل، كنا بنقول ان في خطوات قبل التعامل الناس الامنيين يجب ان يراعوها. وانا شدت السيد وزير الدفاع ووزير الداخليه وقلت لهم لو سمحتم قبل ما نبتدي في فض هذا الاعتصام يجب ان نقوم بالاجراءات اللازمه في صدر الخطة، أو في أولا إذا كانت مقسمة إلى أجزاء بضرورة حماية نمرة 1 قاطني عقارات رابعة العدوية، نمرة 2 حماية ملاك المركبات والمركبات أثناء مرورها في فض الاعتصام، لأنه دول لازم نحميهم الأول. وقلت أنه الإخوة التانيين اللي هم معتصمين سوف يعتلوا الأسطح المباني ويتبادلوا إطلاق النيران. وبينت أن الحالة اللي وصلنا إليها دي كلها أنا أعتقد أن السبب الرئيسي الأخطاء الجسيمة في المفاهيم. 1 الإخوة اللي عصروا الليمون اللي وصلونا لهذه الحالة وشربونا احنا الليمون واللي هربوا ساعة الجد. 2 المفاهيم الخاطئة اللي بيدرجها من حين إلى آخر أصحاب ومسؤولي منظمات حقوق الإنسان الذين يتحدثون عن الحقوق والحريات دون أن يتحدثوا عن القيود أو الواجبات. وقلت المواثيق الدولية مش ممكن ميثاق دولي أبدا يعترف بحقوق، ولا أي قانون في الدنيا ولا اتفاقية تعترف بحقوق دون أن تكون هناك قيود، لأن حينما تصطدم حقوقي بحقوقك لابد أن يكون هناك فض بالقيود. ليه؟ كانوا دائما يتحدثوا عن المادة 20 حق التظاهر السلمي، وكانوا يتساقط من نظرهم المادة 21 في العهد الدولي. أنا بتكلم عن المواثيق الدولية اللي بناخد منها حقوق الإنسان، 21 تحت 20. فإذا كنت أنت شايف 20 ومش شايف 21 يبقى أنت أعمى البصيرة وتبغى لا تبغى سوى السبوبة اللي أنت بتحصل عليها، لأن 21 بتقول إنه بعد اعترافها ب 20 بحق التظاهر السلمي لا يجوز للتظاهر السلمي أن ينقلب إلى تجمهر. وبتقول إيه؟ وعلى كل دولة أن تضع من القوانين ما يكفل استخدام هذا الحق. أي حق بيقر لابد أن يكون له شروط وضمانات
وواجبات عشان يستخدم. يبقى لازم القانون يقر اولا كيفيه استخدامه، ثانيا والا يصطدم ذلك لا بالامن العام ولا بالنظام العام ولا بمقومات المجتمع ولا بالامن الوطني، كل ده ولا بحقوق الاخرين. كل ده بيتجاهله الاخوه اصحاب منظمات حقوق الانسان، يقولوا 20 ويتناسوا 21، وده وارد في العهد الدولي، ميثاق اساسي دولي اللي احنا بناخد منه القانون. وكلمه قيود لما جينا نحط مشروع القانون التظاهر عملت لهم حساسيه، رغم ان في الميثاق الدولي نفسه وارده بكلمه القيود، يعني واضحه جدا. ماده 8 فقره ج اللي هي موجوده في العهد الدولي للحقوق الاقتصاديه والثقافيه والاجتماعيه بتقول باللفظ كده هو انه حق الاعتصام، ولكن 8 ج بتقول فقره ج انه هذا الاعتصام لا او الاضراب لا يمكن ان يكون من القوات المسلحه او الشرطه او الاداره المحليه. يعني الموظفين اللي في الدوله كلهم ممنوع عليهم الاضراب، ده الميثاق الدولي مش مصر اللي احنا بناخد منه. ومع ذلك هم كانوا دائما ما يلتفتوا النظر عنها لتحقيق مصالحهم الشخصيه. الماده 4 في القسم الثاني في حقوق الانسان بتقول ايه؟ بتقول انه مع اعلان حاله الطوارئ لا يجوز الحديث عن حقوق وحريات الإنسان، ويتم فقط الالتزام بمعايير القانون الدولي. لما قال رئيس الوزراء في بريطانيا انه لا يمكن انه امن الوطن قبل امن المواطن، الكلام ده وجدنا فيه تعجب لان مفاهيم خاطئه المزروعه في دماغنا. لا ده ما فيهوش تعجب، ده قرايه للميثاق الدولي الامم المتحده ميثاق 45 والعهدين الدوليين 66 اللي بيقول ايه؟ لا يمكن أن تقر بحقوق وواجبات حقوق وحريات للإنسان في ظل دولة تنتهك فيها سيادتها. إذا كانت الدولة فقدت السيادة هل تملك أنت أن تملك حقوق وحريات؟ لا يمكن. الكلام ده موجود في الميثاق. الإخوة أصحاب منظمات حقوق الإنسان والمسؤولين والمجلس القومي عليهم في المرحلة دي انه يعيدوا تصحيح المفاهيم، وبالتالي هم يتناسوا طريقه فض الاعتصام في بلادهم. وبعض الاعلاميين. نتوقف عند نقطه الاعلاميين، ساعود اليك سياده اللواء، وينضم الينا مراسلنا في اسوان لمتابعه الاحداث هناك خالد عبد الوهاب. خالد، يعني وردت الينا معلومات عن اقتحام مبنى محافظه اسوان، وايضا هذه الاشتباكات خلفت وفيات ومصابين، ما صحه هذه الانباء؟ تحياتي لك دينا ولضيفك الكريم وللمشاهدين الكرام. بالفعل كما ذكرت دينا منذ الصباح الباكر وحتى الآن هناك اشتباكات متقطعة بين أنصار الرئيس المعزول الذين يعتصمون في ميدان الشهداء بأسوان، ولكنهم نقلوا الاعتصام والتظاهر أمام ديوان عام المحافظة من الباب الأمامي ومن الباب الخلفي، وأغلقوا المحافظة، مما جعل دخول الموظفين إلى مبنى المحافظة أمرا مستحيلا، فأغلقت الأبواب منذ الصباح الباكر. أغلقت المحافظة أبوابها وأغلق مجلس مدينة أسوان أيضا أبوابه. وهذه الاشتباكات بين قوات الشرطة وبين المتظاهرين خلفت حسب بيان وزارة الصحة والذي أعلنه منذ قليل عبر قناة طيبة الدكتور محمد عزمي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هناك 47 إصابة بالإضافة إلى حالتي وفاة لكل من محمد أحمد أمين وعمر عثمان. حالات الإصابة تبلغ 47 إصابة، ما بين 12 إصابة من رجال الشرطة و35 إصابة من المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول. وقال الدكتور حسن عبد القادر مدير مستشفى أسوان الجامعي بأن المستشفى استقبلت أكثر من 50 حالة الآن، منها بعض الحالات مصابة بطلقات الرصاص والخرطوش. أيضا من الأحداث في الدقائق الماضية تم سحل 3 من عساكر الأمن المركزي داخل حديقة درة النيل بأسوان. والآن هناك أنباء عن احتجاز بعض الزملاء الصحفيين والإعلاميين وبعض القيادات الأمنية، يرجح أن يكون من بينهم مفتش الداخلية هنا بأسوان داخل مبنى الدفاع المدني بمحافظة أسوان، والزميل محمد عوضة الصحفي ومدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط
بأسوان. هناك أيضا حرق ل4 عربات من الأمن المركزي، وهناك تواجد لعربات الإسعاف والتي تنقل بين لحظة وأخرى عدد من الإصابات إلى مستشفى أسوان الجامعي ومستشفى التأمين الصحي بأسوان. أيضا حركة المرور تأثرت إلى حد كبير، خاصة فيما يتعلق بالشارع الرئيسي وشارع كورنيش النيل بأسوان، والتي تأثرت به حركة المرور تماما. الآن تم سحب قوات الشرطة من ميدان الشهداء والاشتباكات هدأت قليلا، لكن الاحتجاز الموجود داخل مبنى المحافظة حتى الآن لم يطلق سراح سواء قيادات الشرطة المحتجزة أو الزملاء الإعلاميين المحتجزين داخل ديوان عام محافظة أسوان. هذا كل ما لدينا، وربما نعم. هذا هو الهدوء الذي يسيطر الآن على المشهد. نتمنى أن تمر اللحظات والساعات القادمة على خير إن شاء الله. إليك دينا. نعم، شكرا لك خالد عبد الوهاب مراسلنا في أسوان، وسنعود إليك إذا جد جديد. ومشاهدينا الكرام، ننقل إليكم بيان وزارة الإعلام، حيث تتعرض الآن بعض أقسام الشرطة والمستشفيات والمنشآت العامة لمحاولات هجوم مسلح وتدمير من أنصار الرئيس المعزول من عناصر تنظيم الإخوان. وتقوم وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة بالتصدي بقوة لهذه المحاولات. ويناشد الإعلام المصري الجميع المساهمة في حماية الممتلكات العامة ومنشآت الدولة ومراكزها الحيوية دعما لأمن الوطن وأمان المواطنين. أيضا ورد إلينا البيان الإعلامي الصادر من وزارة الطيران المدني، حيث أكد المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني انتظام حركة السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي وجميع المطارات المصرية دون تأخير أو إلغاء لأي رحلات. وأضاف بأن الحركة بمطار القاهرة حتى الساعة 11 من صباح اليوم شملت إقلاع وهبوط 350 رحلة جوية، كما أن الحركة بالمطارات الداخلية شرم الشيخ، الغردقة، برج العرب، أسيوط، الأقصر وسوهاج شملت إقلاع وهبوط 107 رحلة جوية. وأضاف وزير الطيران بأن المجال الجوي المصري مفتوح للحركة الجوية بانتظام، كما أضاف بأن نسبة تأخير الركاب عن الرحلات لا تتجاوز 1%. وقرر سيادته إعفاء الركاب من غرامة التأخير أو أي رسوم، مؤكدا أنه سيتم تدبير أماكن بديلة على الطائرات الذين تخلفوا عن مواعيد رحلاتهم بسبب الحالة المرورية. نعود إليك مرة أخرى سيادة اللواء مجدي الشاهد، وكنا توقفنا عند نقطة الإعلاميين. طبعا يركزوا في الفترة المقبلة على إعادة المفاهيم الصحيحة لحقوق وحريات الإنسان. وبالمناسبة بأطالب اللي بيعدوا الدستور حاليا، بدل ما كان في دستور 2012 باب الثاني بعنوان كان مكتوب عنوان حقوق وحريات الإنسان، وكان بيركز على حقوق شخصية، وأسقط على فكرة من الملف الرئيسي الحقوق الثقافية اللي المثقفين كانوا عاملين فيها إضراب، أسقط ملف رئيسي اسمه الحقوق الثقافية في الملف العنوان الرئيسي في الباب الثالث، في الفصل الثالث من الباب الثاني. ولكن بقول له اللي بيعد الدستور من دلوقتي لو سمحت، الميثاق الدولي ما بيقولش حقوق الإنسان فقط، حقوق وقيود، لازم مع النص على الحق أن ينص على القيد الواجب اتخاذه. ما فيش حاجة اسمها حقوق بلا قيود أبدا، لا في قوانين ولا في دساتير ولا في تشريعات. لابد من ورود القيود بجوار الحقوق عشان كل واحد يبقى عارف قيوده إيه، وألا يصطدم بحقوق الآخرين. وأرجو من الإعلاميين اللي كانوا بيرموا السماعات وكانوا بيحتجوا على عدم الكلام اللي كان بيقول ان مرسي الرئيس المعزول انه هيمسك، يرموا السماعات ويقولوا بعد كده نعتذر وما نعرفش. اللي ما يعرفش يسيب اللي يعرف. وارجو من مسؤولين وزارة الداخلية ومن الخبراء الامنيين وكثيرا من المثقفين ألا يتداولوا المفهوم الخاطئ بأن الأمن آخر الحلول. الأمن ليس حلا مطروحا، الأمن خارج الحلول وخارج المعادلات. أنا قلت خارج المعادلات، خدوها لكن برضو ما فهموهاش. يعني إيه خارج المعادلات؟ الحل الأمني ما هوش حل. الأمن له دور مقرر قانونا، الدستور والقانون بيقول إن الشرطة منوط بيها تنفيذ القوانين واللوائح وإقرار النظام والأمن والسكينة، وبالتالي
انا ليا مهمه محدده، انا مش حل. يعني لو بائع متجول واقف تقول لي اصله هحل اقتصادي الاول او هحل سياسي الاول، لا، ده خروج على الشرعيه، وانا من حقي ان انا اتعامل معاه فورا. انا مش من الحلول المطروحه. اذا لم احل يبقى انا متقاعس، انا ما استناش الحلول ولا انا طرف في الحلول. التدخل الامني هو له الاولويه مش انا ليا خدمه مكلف بيها، امر مكلف بيه بتنفيذ ما ورد بالقانون. اذا تقاعست واستنيت الحل السياسي في اضراب في الشارع، في تعطيل حركه مرور، انا متقاعس عن اداء واجبي. وبالتالي تقول لي هحل سياسي، هحل اقتصادي، حل على مهلك، ماليش دعوه بالموضوع ده. انا كل خروج على الشرعيه سوف اتعامل معه. ايضا تصحيح مفهوم استخدام السلاح والتدرج، بيفهموا غلط انه لابد من التدرج. لا، مفيش حاجه اسمها تدرج. لما يبدا اللي قدامي باستخدام السلاح، انا بنقلب من التدرج وفض التظاهر الى حاجه ثانيه. دفاع شرعي، ماده 103 من استخدام السلاح، من ماده 103 من قانون قانون الشرطه، وبنقلب الى ماده 245 دفاع شرعي، و61 من قانون العقوبات حاله ضروره. وبالتالي بنسى خالص التدرج، ومن يطلق علي الرصاص لابد ان اتبادل معه الرصاص من خلال الدفاع الشرعي. ومع ذلك لم تطلق الشرطه الرصاص، وضربوا الرصاص زي ما توقعت، واعتلوا الاسطح، والداخليه قلت تقدر تفضها في 5 دقائق، لكن فضتها بعقل وبتعقل وباستخدام الغازات فقط، وسقط منها الشهداء. ومع ذلك حتى اليوم لا يجب بقى حقوق الانسان. انا قلت عليهم انهم كان المفروض يطلعوا من الاول ويتفاوضوا مع الاخوه اللي موجودين في رابعه العدويه اللي مطلوبين للقضاء، ويقنعوهم حقنا للدماء، ولكنهم خشوا ان يذهبوا ويتفاهموا مع هؤلاء. ثم نستنى منهم بقى في بياناتهم انه يدافعوا عن مصر، مش يقف ضد مصر، ما اخدش كارنيه وما احصلش على كارنيه ب 35 جنيه وبعدين اتنشم في مصر. ارجو من السيد نقيب المحامين، ارجو انه يحط قطاع، لانه ده قطاع محامين، ارجو انه يحط قطاع منظمات حقوق الانسان تحت الرقابه الجيده وتحت الرقابه الفعاله، لانه لا يجوز ابدا ان دول يقفوا ضد مصلحه مصر. نعم. ومشاهدينا الكرام، نعرض إليكم بعض لقطات الفيديو المصورة الآن والتي وردت إلينا من موقع الفجر. ونشاهد الآن أنصار الرئيس المعزول. لما رموا العربية الباص فيها العساكر مدرعة بها 5 مجندين تم إلقائها من فوق الكوبري. كما تشاهدون مشاهدينا الكرام، هذه لقطات حية ومصورة من موقع الفجر لما يقوم به أنصار الرئيس المعزول بعد محاولات وزارة الداخلية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. أعود إليك سيادة المستشار أحمد الفضالي. إذا تحدثنا عن الحلول الآن، الحلول السياسية، الحلول من قبل كافة القوى السياسية المتواجدة الآن، يعني بعد محاولات فض هذه الاعتصامات، يعني في ردود أفعال الآن، المطلوب من القوى السياسية وأيضا المطلوب من الشعب المصري الآن؟ أولا يعني خلينا نتكلم بقى بعيدا عن السياسة. الموقف اللي مصر بتمر بيه موقف بعيد بالكامل عن مفهوم السياسة. السياسة مش معناه أبدا إرهاب ولا ضرب في المدنيين ولا اللي احنا شايفينه، ولا إلقاء مدرعة بالجنود اللي فيها أحياء، يعني قمة الوحشية. ما أعتقدش إن أنا ببالغ ولا بقول كلام إلا إذا كان في عقل ووجدان كل مصري بيتابع معانا المشاهد المؤلمة اللي احنا بنشوفها. لكن هنا الشعب المصري ده دوره. يمكن حضرتك كنت متابعة المؤتمر الصحفي اللي عملناه أول أمس، وكانت القوى السياسية مجتمعة على إن ده دور الشعب زي ما هو دور الشرطة والجيش. الشعب النهاردة واللي أنا بناشده الآن، الشعب عليه أن ينزل ويشكل لجان شعبية. احنا مطلوب مننا النهاردة أن تكون هناك لجان شعبية. أنا بقول لكل شباب مصر المخلصين لابد من تشكيل لجان شعبية الآن. اللي صاحي يصحي اللي نايم ويقول له اتفضل انزل معايا، احمي المنشآت، احمي الشارع، احمي المدنيين من اي اعتداءات ارهابيه. احنا ما بينفعش يبقى عندنا حرب اهليه. البعض اللي بيحاول يلعب بالجزئيه دي عشان يعزل الشعب عن الجيش والشرطه، نقول له اسفين، احنا فاهمين الدرس ومش اغبياء.
احنا هنقف خلف الجيش والشرطه بكل قوه كشعب مصر، لان احنا اصحاب المصلحه، احنا اللي فوضنا الناس دي، احنا الطرف الاصيل، احنا الموكل وليس الوكيل. وبالتالي الشعب المصري وشباب مصر الابطال اللي كانوا مثال للرجوله والشهامه في 25 يناير واثناء ثوره 30 يونيو لما كان هناك تخوف من ان يتلاعب الاخوان ويحاولوا ان يهدروا استقرار مصر كما حدث منهم اليوم. عايز اقول لابد ان نعيد الصوره دي النهارده. انا بطالب كل شباب مصر، كل مواطنين مصر بحمايه منشاتهم، بحمايه مقرات الكنائس والجمعيات المسيحيه، بحمايه تجمعات الاخوه المسيحيين وخاصه في صعيد مصر. مش هينفع نسيب العبء على الشرطه والجيش. الشرطه والجيش وسيله السلطه العامه في تحقيق الردع لهؤلاء المجرمين، لكن التامين والحمايه والصيانه لهذا الشعب لابد ان تاتي من اللجان الشعبيه. بناشد مره اخرى على اللجان الشعبيه ان تشكل نفسها، مش محتاجين حد يشكلهم. كل من يجد في نفسه الاستعداد والقدره على حمايه المنشاه التي بجواره او القريبه من حيه فلينزل ويحمي هذه المنشاه. الشعب الان اصبح مطالب بحكم الدستور بحمايه مقدراته. لسنا في حاجه الى تصريح من احد، لسنا في حاجه الى الوقوف حتى يتم اشتعال النيران في هذا الممر وهذا المقر. ما ينفعش. احنا امام موقف بيجب على الجميع ان يتعاون ويتحد ويصطف صفا وطنيا حتى ننهي هذه المحاوله العبثيه المخجله التي يجب ان يعني كثير من المصريين بيتبرؤوا من هؤلاء ويقولوا ان احنا فعلا ما بنعتبرش الناس دي تنتمي الى تراب هذا البلد. ولذلك تاكيد على نزول الشعب النهارده لحمايه المنشآت وليس للصدام، لان لا يمكن، لازم نعترف ان مبدأ القطرة بتغلب الشجاعة هو المبدأ السائد وهو المبدأ الاقوى. وبالتالي طالما مبدأ الشجاعة والقوة والتجمع والاصطفاف هو الوسيلة لحماية مصر فلنقوم به اليوم ولا نؤجله ساعة واحدة. ولذلك على شباب مصر وعلى المخلصين من ابناء مصر ان يصطفوا اليوم، لان هؤلاء سيعودوا يعني انا عايز اقول وصف، لان احنا ما تعودناش نقول على حد يحمل الجنسيه المصريه هذا الوصف، ولكن هيعودوا كالجرذان الى جحورهم طالما لقوا ان شعب مصر خرج بقوه. لا ينفع في شعب مصر سلاح ولا ينفع في شعب مصر من يهدده بالذخيره، لان القسره هي الفيصل وهي القدره الوحيده لشعب مصر. دي حاجه لابد ان نوعي الشعب المصري بها الان، ولابد ان نتحد بها، ولابد ان نعصم البلد من خلالها. النهارده اللي انا شايفه محاولات يائسه ولكنها مجرحه، لكنها مؤسفه، لكنها قاسيه. حينما يتم حرق كنائس، حينما يتم طعن مدنيين، حينما يتم القاء المدنيين بالقذائف والذخيره والاسلحه والطلقات الحيه، كل ده يجب ان يواجه بكل قوه من السلطه العامه وفي حمايه الشعب. الشعب هو الظهير الحقيقي لسلطات الامن سواء الجيش او الشرطه. ولذلك احنا بنتكلم على حديث يجب ان يكون ملتصقا بامر اخر، وهو ضروره ان يكون هناك توعيه كامله للمواطنين بحقيقه ما يحدث. ما يحدث الان هو جزء او فصيل من الشعب يأس، خرج عن شعوره، لن يؤثر. يعني مش عايزين الناس اللي ما عندهاش خبره سياسيه تفتكر ان ده معناه ان الناس دي متواجده. بالعكس، انا بعتبر اللي بيعملوا الاخوان المسلمين النهارده دليل على انهم خرجوا من المشهد السياسي، بل ان هم التاريخ محاهم بكل قوه من ذاكرته. ولذلك النهارده اللي بيحصل من الاخوان المسلمين ومؤيديهم دليل على ان الشعب المصري انتصر. والاول مره انا عايز اقول لك النهارده بدات ثوره 30 يونيو تجني ثمارها. اول يوم تجني ثوره 30 يونيو ثمارها بعوده هؤلاء الى الجحور وخروجهم من هذا الاعتصام المسلح الارهابي الدموي. احنا امام موقف لابد نحافظ عليه، وعلى شعب مصر ان يخرج لكي يحافظ على ثورته ويحافظ على مقدراته. مش هنجيب شعب من بره يحمينا. الشعب والشباب النهارده هم المطالبين يخرجوا الان. محدش يخاف، لان مش في كل حته معاهم رصاص، مش في كل حته معاهم اسلحه، لكن لو خرجتوا وحميتوا مصر صدقوني هيخافوا وهيتراجعوا وهيعودوا الى جحورهم، وهتلاقي مصر محميه. لان اللي بيحصل ده مجرد فرقعات، انه يعمل لك حريق لاسم شرطه في اسوان، اعتداء على مقر محافظه اسكندريه، كلها امور فرديه يعملها ناس مجرمين قله
مندسه في اي مدينه او قريه، ما هياش محتاجه بطوله، ولا هي محتاجه نوع من الاجتراء، ولا هي محتاجه نوع من الاستعداد. اللي بيحصل ده دليل على ضعف الاخوان ودليل على سقوطهم للابد. نعم. نعيد عليكم مشاهدينا الكرام بيان وزارة الإعلام. تتعرض الآن بعض أقسام الشرطة والمستشفيات وأيضا المنشآت العامة لمحاولات هجوم مسلح وتدمير من أنصار الرئيس المعزول من عناصر تنظيم الإخوان، وتقوم وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة بالتصدي بقوة لهذه المحاولات. ويناشد الإعلام المصري الجميع المساهمة في حماية الممتلكات العامة ومنشآت الدولة ومراكزها الحيوية دعما لأمن الوطن وأمان المواطنين. أعود إلى حضرتك سيادة اللواء مجدي الشاهد. بالطبع تنظيم الإخوان توعدوا بأنه إذا تم الاقتراب من ميدان النهضة أو ميدان الربيعة العدوية فإنه سيكون هناك سيناريوهات عديدة وكلها تصب في العنف والإرهاب وغيرها. إذن ما هي الدور المنوط للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية بشكل عام ووزارة الداخلية من أجل يعني حماية المواطنين وأيضا حماية المنشآت الحيوية، خصوصا نحن لاحظنا من خلال هذه اللقطات المصورة أن هناك مضبوطات كبيرة جدا من الأسلحة النارية وهناك مدربين على استخدامها، فكيف يمكن الحفاظ أمنيا على أمن الشارع المصري وأيضا على المواطنين المصريين العزل؟ احنا قلنا انه كنا بنستعرض دور الشرطة، وزارة الداخلية ووزارة الدفاع في فض الاعتصام، وقلنا انه المشكلة الرئيسية والأساسية مش في كيفية فض هذا الاشتباك فقط أو هذا الاعتصام أو الإضراب، ولكن في كيفية مواجهة التداعيات بعد هذا الفض، لأن ليهم منهج مقروء بالنسبة للأمنيين. أنا كنت متوقع تماما ان هم هيهجموا على شقق، هيهجموا على عقارات، هيهجموا على ممتلكات خاصة وعامة ومركبات وإتلاف واستخدام سلاح، لأن دول ليهم منهج معروف منذ فترة طويلة، لهم أسلوب إجرامي معين بحمل السلاح وترويع المواطنين. ولذلك يعني أتوقف عند حضرتك في مسألة ترويع المواطنين، لأن معنا الآن على الهاتف الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم، والذي تم حصاره منذ قليل من جانب عناصر تنظيم الإخوان. سيادة المحافظ، ايوه الحمد لله على سلامتك. وبداية يعني تفاصيل هذه الواقعة. استاذه دينا، انا الصبح حضرتك عارف احنا حلفنا اليمين امبارح، توجهت الساعه 7 الصبح الى المحافظه على طول النهارده. وصلنا الفيوم ودخلت مبنى المحافظه، فوجئنا ما فيش تلت ساعه عمليه معده ومدرب عليها حصار كامل لمحافظه الفيوم. وفوجئنا بيستخدموا وسيله الاطارات بيولعوا فيها تعمل يعني دخان كثيف جدا، ثم يتحركوا من خلاله بسهوله. وفوجئنا انا عايز اقول لحضرتك والمشاهد يسمع معانا يا استاذه دينا، اتفضل. انه بيستخدموا جميع وكافه الاسلحه الناريه. فوجئنا بدأوا ينطروا المحافظة بهذه الأسلحة ووصلوا لسور المحافظة. أنا أصريت أقعد شوية. بدأنا يقولوا لنا جات لهم أوامر إخلاءها. نطوا، أول حاجة عملوها لقوا عربية المحافظ في وشهم، راحوا مولعين فيها، اتولعت. السواق حاول ينقذ العربية، خد رصاصة في دراعه. واضطرينا في هذه الظروف السيئة جدا لغاية ما وصلوا على بعد أمتار مننا ومعهم كل أنواع الأسلحة. وزي ما حضرتك عارفة في تعليمات للقوات المسلحة عدم استخدام الطلقات النارية والسلاح والطلقات الحية. فطبعا اضطرينا يعملوا لنا إخلاء في مدرعتين. معانا السواق مضروب في ايده، معانا 2 عساكر من بتوع الشرطه اللي كانوا صاد بيأمنوا مداخل المحافظه مضروب في رجله. الاثنين شلناهم في المدرعه وركبنا، وحضرتك عارفه مدرعه مقفوله، خدنا فيها كل اللي نقدر ناخده من العساكر معانا، وتحركنا يعني لمده ساعتين في مناورات للخروج من
سور المحافظة، لأنهم تمركزوا في كل المداخل وعارفين انه ما يهمش المحافظ. طبعا انا بكلم كل الناس عارفين ان المحافظ جوه المدرعه، ومعايا كل الناس بداوا يعني طبعا حضرتك المدرعه بتتحرك بصعوبه، عشان تدخل وتخرج دي لازم تعمل مناوره لمده نص ساعه. طبعا في نيران كثيفه قصادها والدخان كثيف، يعني احنا مرينا بساعتين لا تتخيلي حضرتك لو احنا جوه المدرعه ما تقدريش تسمعي من صوت الطلقات اللي عماله تضرب في البودي الخارجي بتاع المدرعه والطوب اللي بيخبط فيها، ما تقدريش تسمعي جنبك بيقول ايه. طبعا التزمت القوات المسلحه، وعايز اقولها ودي شهاده بعدم اطلاق النار الحي لغايه ما طلعنا في الظروف اللي احنا كنا فيها. وانا اقول يعني ربما هناك اراء اخرى تقول لازم استخدام الطلقات الحيه. طب دكتور حازم، طمنا دلوقتي على يعني على الوضع بجانب محافظة وفي محيط محافظة الفيوم. هل تم إحكام السيطرة والقبض على عناصر تنظيم الإخوان؟ لا، هو اللي حصل حضرتك مع الأسف إن هم يعني تمكنوا من المحافظة ويعني حرقوا المحافظة المبنى الرئيسي فيها، وزي ما قلت حضرتك عربيتين من عربيات المحافظة، والاستراحة برضه بتاعت المحافظ الصبح عرفوا ان في محافظ جديد جه فراحوا على طول ولعوا فيها الصبح. متخصصين في الحرائق. نعم. دكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم، شكرا جزيلا لك وحمد لله على سلامتك. أعود لحضرتك سيادة اللواء مجدي الشهاد. فمن الواضح أن ردود الأفعال كانت معدة يعني مسبقا، ويعني أسلوب متعارف عليه ومنهج بالضبط متعارف عليه. إذن يعني كان يعني ما الذي كان يجب عليه أن تقوم به القوات الأمنية وأيضا عناصر القوات المسلحة في التصدي لهذه الهجوم؟ طبعا القوات الأمنية والقوات المسلحة حاطين كل السيناريوهات لمواجهه هذه الخروجات عن الشرعيه. سيناريو متوقع. فكل المنشآت العامه فيها، وزي ما شفنا سياده المحافظ قال ان في قوات من الشرطه كانت موجوده وتم اصابتها برضه بالرصاص. فكل المنشآت العامه والخاصه ذات الاهميه مؤمنه، ولكن كنت ادعو، انا دعيت لشرطه عصريه بنظره عصريه واقترحت العديد ونفذوا العديد من اقتراحاتي في وزارة الداخلية، ولكن كنت طالبت بإدارتين مهمين جدا. إدارة اسمها الإدارة الاستشرافية، ودي موجودة في الدول المتقدمة، لابد أن تكون على هيكل وزارة الداخلية، وده اللي قصدته لأن أنا صاحب كلمة إعادة الهيكلة، ولكن بمفهومها الصحيح إن أنا أضيف إدارات مستحدثة. إدارة استشرافية لقراءة المستقبل، يعني دي إدارة تختص بقراءة المستقبل عشان أضع السيناريوهات المحتملة مواجهة أي شيء خارج على القانون. أيضا كنت أطالب بالشرطة المجتمعية واستجيب لهذا الطلب، ولكن الشرطة المجتمعية بمفهومها الصحيح وبالتطبيق الصحيح على أرض الواقع. ولذلك احنا بنقول لجان شعبية أو خروج شعبي من المواطنين، كان يجب من الأول أن نحط سيناريوهات للتنسيق مع الإخوة الموجودين في كل منطقة، رئيس المباحث أو مأمور القسم يعقد معهم اجتماعات ويحطوا خطط أمنية، ما يسيبش كل واحد يشتغل بطريقة عشوائية، ويبقى كل اللجان الشعبية عددها ومحتوياتها وأعضائها وعناصرها معروفين للداخلية، ويتم وضع خطط بمعرفة الداخلية ويتم الإشراف عليها، ويتم بدل ما قلت إنه نستخرج تراخيص لحاملي السلاح لأي حد، لا، من باب أولى للناس اللي هم بينضموا للشرطة في مواجهه العناصر الاجراميه. فارجو ان احنا نتدرج بسرعه تطبيق الشرطه المجتمعيه بمفهومها الصحيح، وارجو ان يكون في اداره استشرافيه، وبطمن الجمهور ان الشرطه كانت تقدر تفضها في 5 دقائق، ولكن كان باقل الخسائر. وعشان كده بقول انه في اقرب وقت، يمكن بكره بالكتير، هيعود ويسود الهدوء التام تاني، لكن مش بالمنظر ده. هيبقى بقى ايه؟ متفجرات بسيطة هنا أو قلة أدب هنا. ولذلك بنقول أمن الدولة ترجع، والسادة الإخوة اللي يقول لك دولة بوليسية، أيها النشطاء اللي بتحبوا مصر، سيبوا الناس المختصة تشتغل، والناس الغير مختصة كل واحد يفتي في مجاله، لأن فترة 2.5 سنين ضياع أمن الدولة هو اللي أدى بينا لوجود هذه الإرهابيات اللي موجودة على أرض مصر. لعلهم يدركوا
ان كل واحد في مجال اختصاصه ما يفتيش فيما لا يدركه. ارجو هذا. ومعنا مشاهدينا الكرام موفدنا الى المهندسين كريم كمال. كريم، ما هو الوضع لديك الان في منطقه المهندسين؟ نعم دينا، بالفعل يعني الاوضاع الان في شارع البطل احمد عبد العزيز وهو الشارع المجاور الى مسجد مصطفى محمود، حيث ما زالت الاشتباكات بين انصار الرئيس المعزول وقوات الامن المركزي وايضا قوات الجيش. منذ قليل وهو الجديد حتى الان هو القبض على احد انصار المعزول من فوق احدى العماير السكنيه، كان يقوم باطلاق الرصاص الحي على قوات الامن وعلى اهالي المنطقه، وبالفعل قامت القوات بالقبض على هذا الشخص واقتضوه الى سياره الامن المركزي. الان ربما ان كانت تنقل الكاميرا ان هناك ايضا تم القبض على احد انصار المعزول مره اخرى من قبل اللجان الشعبيه التي تساند رجال الشرطه ورجال الجيش الذين يقفون على اسطح العمائر ويقوموا باطلاق الرصاص الحي على القوات الشرطه. الكر والفر بين المتظاهرين وانصار المعزول وقوات الشرطه وقوات الجيش يعني يهدأ قليلا ثم يعود مره اخرى، حتى هناك اطلاق رصاص حي الان على انصار المعزول على من اسفل العمائر حيث قاموا بانزالهم اللجان الشعبيه، والان تقوم قوات الشرطه بملاحقه الانصار المعزول وسريعا تقوم باقتيادهم الى السيارات التابعه للامن المركزي. منذ قليل جاءت سيارتان تابعتان الى هيئه الاسعاف المصريه وقامت بنقل احد المصابين من جراء الاختناق من غاز المسيل الدموع، والاخر الذي اصيب في القدم من طلق ناري حي اصيب به عقب اطلاق النار من اسطح العمائر المجاوره مسجد مصطفى محمود والمتواجده في شارع البطل احمد عبد العزيز. نعم كريم، هل شهدت اي حالات وفاة في هذه المنطقه بالقرب من مسجد مصطفى محمود؟ يعني كما ذكرت في الخدمات الإخبارية السابقة أن كانت هناك تقريبا حالتان وفيتان أمام مسجد مصطفى محمود، وكانت هذه الحالتان حالة من قبل أنصار المعزول وحالة أخرى من قبل أهالي المنطقة المجاورة. والفور قامت هيئة الإسعاف المصرية بنقل الحالتين الوفيتين إلى المشرحة، وأيضا قامت بنقل عدد من المصابين جراء الخرطوش الذي تم اطلاقه من قبل انصار المعزول على المنطقه في احدى المسيرات التي كانت تمر من شارع جامعه الدول العربيه في اتجاه مسجد مصطفى محمود. غير ذلك فهناك هدوء يعود الى المنطقه ثم تعاود اطلاق الرصاص ويعود اطلاق غاز المسيل للدموع مره اخرى. لم يتم حتى الان السيطره الكامله على مسجد مصطفى محمود حيث يتواجد انصار الرئيس المعزول بكثره في هذه المنطقه، وتم محاصرتهم من قبل رجال الشرطه ورجال الجيش في الشارع الخلفي وهو شارع نوال وهو الشارع الجانبي لمسجد مصطفى محمود. نعم، شكرا جزيلا لك كريم كمال موفدنا الى منطقه المهندسين، شكرا جزيلا لك كل الشكر. ونعود إليك سيادة المستشار أحمد الفضالي. يعني البعض كان يتحدث عن ضرورة إجراء مصالحة وطنية مع الإخوان، خصوصا أن كان هناك يعني ائتلافات إخوانية انشقت عن جماعة الإخوان مثل جماعة شباب بلا عنف وغيرها. يعني ما دور هذه الجماعات الآن في تهدئة الأجواء السياسية وأيضا عودة الاستقرار إلى الشارع؟ أولا يا أستاذة دينا، في عندنا جزئيتين لابد أن احنا أو شقين في هذه المسألة اللي طرحتيها. مسألة الحوار، يعني أنا ما ينفعش أتحاور مع مسؤول ديني عن شأن سياسي. احنا عندنا شيزوفرينيا في ممارسة السياسة، وخاصة بعد ثورة 25 يناير لما سمحنا لأحزاب تقوم على أساس ديني، ونص في الدستور لا يجوز القيام أو إنشاء أحزاب على أساس ديني. يعني مش عارف مين اللي ادى القرار بقيام هذه الأحزاب وهو يعلم إن جماعة كذا السلفية مثلا عملت حزب كذا، جماعة كذا الإخوانية عملت الحزب الفلاني، يبقى عملت يعني مثلا جماعة الإخوان المسلمين عملت لها أكثر من 4 أو 5 أحزاب بأسماء مختلفة.
غير الحريه والعداله. الله، ازاي؟ هل الدوله غايبه؟ هل الدوله في هذا التوقيت كانت ساقطه مش موجوده؟ ده شيء انا برضو بحمله للي سمح بوجود احزاب على اساس ديني. غلط، ما ينفعش. وبعدين نقول احنا حاطين نص في الدستور او في الاعلان الدستوري، ما تنفذش هذا النص، تم القفز عليه، بل مخالفته مخالفه جسيمه، وانشئت احزاب دينيه. يعني في حد ما يعرفش ان الحريه والعداله الاسم اللي بيلمع ده ان هو اسم مسروق من الديمقراطيين والمدنيين ومحطوط على جماعه ارهابيه بتمارس الارهاب، لا فيها حريه ولا فيها عداله؟ هل حد ما يعرفش ان ده اسم لجماعه الاخوان المسلمين بس بشكل جديد؟ هل احنا شعب سمحنا ان احنا نضحك على شعبنا بالشكل ده ونوصل الشعب ان يبقى في حرب شوارع بيحاولوا النهارده يصدروها لينا؟ بنطمن الناس مش هتحصل حرب شوارع لان الشعب واعي وخرج يوم 30 يونيو، لكن تبقى المشكله كما هي. هل احنا عايزين نستمر بعد كده نبقى لبنان او نبقى لا قدر الله دول من الدول اللي بتتناحر دينيا؟ لن نسمح بذلك، لان احنا النهارده لو سمحنا ان الدين نختلف بشأنه، ده المذهب الواحد بيختلفوا فيه، الله، معنى كده نقعد نتناحر مع بعض طول العمر. الله، امال مصر تنهض امتى؟ ما ينفعش. السياسه حينما نتحاور، من يريد الحوار مع المصالحه ومع لم الشمل، نعم كلنا عايزين مصر تستقر وعايزين مصالحه وطنيه، لكن مع من؟ مع من لا يحمل السلاح، مع من لا يتخذ الدين ستارا لتحقيق اهداف سياسيه واطماع سياسيه، مع من لا يتاجر بالدين من اجل القفز على السلطه. ولكن ان يحدث اليوم ما نراه من ارهاب ومن محاوله لطمس الهويه المصريه وهي الاستقرار والامن والسلام، ثم نتحدث عن مصالحه، انا ضد مفهوم المصالحه مع اطراف مسلحه. انا ضد ان تكون هناك نيه للتصالح مع اطراف يعلم جيدا انها لا تريد الا السيطره على الحكم. يعني انا برضو يمكن رغم ان الحديث عن الشق المصالحه، لكن انا عايز اقول طب ما هي وزاره الداخليه والجيش المصري العريق خد التفويض يوم 26 واحنا النهارده 14، فات قد ايه؟ فات اكتر من، دخلنا على 20 يوم، ومع ذلك ادوا الفرصه مره واثنين وثلاثه. ولكن ونظرا الى ان هؤلاء لا يريدون الا الصدام ولا يريدون الا تحقيق اهداف سياسيه للاسف خبيثه وخسيسه، لان الاهداف السياسيه ان انا اسعى للنهوض بمصر، اسعى ان مصر تتطور، اسعى ان مصر يعني تستعيد رياضتها. لكن ما نحن بشأنه اليوم هو تراجع خطير كان سببه الاساسي هو غياب فكرة أيضا الاستقواء بالغرب، ويعني الحديث على منصات ربيعة العدوية والنهضة باللغة الإنجليزية حتى يعني يخاطبوا الرأي العام الأمريكي والرأي العام الغربي، وتزييف الحقائق عبر وسائل الإعلام التي تصور يعني أشياء بعيدة كل البعد عن ما يجري في ربيعة العدوية والنهضة. يعني أنا بس أكمل الجزئية دي، وجزئية الاستقواء دي ثابتة ولها مخاطرها الكتيرة وما زالت مخاطرها على فكرة. النهارده الشرطه ادت الفرصه وفضت لاعتصام النهارده بحرفيه ومهنيه عاليه جدا. ماليش دعوه بقى بالانسان اللي داخل عايز ينتحر، انا يعني مش هقدر امنع واحد انتحاري عايز يفجر نفسه في وسط الناس الامنيين اللي داخلين عشان يفضوا الاعتصام سلميا. لكن الواضح والقاعده واللي حصل واللي يشهد عليه العالم ان هناك فضا سلميا للاعتصام. استخدام الاسلحه من جانب المعتصمين ده يلغي السلميه، لان انا ما اقدرش اضحي مع ولادنا اللي ماتوا النهارده، ما هو دول ولاد مصر برضه، والاخوان المسلمين المغيبين اللي قتلوا ما هم ولاد مصر، اللي مسؤول عنهم اللي حمل السلاح وحمل لهؤلاء افكار يعني مريضه ادت الى هذا الصدام. لذلك اللي احنا فيه النهارده بنطالب اولا إذا كان الأمن قد اداهم الفرصة مرة واثنين وتعامل اليوم بهذه الحرفية فهي شهادة للعالم وردا على الأكاذيب. النهارده قناة الجزيرة التي يجب أن تغلق فورا، وأنا بطالب النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه قناة الجزيرة والقبض على كل من تسبب في نشر أخبار تثير الفتنة وأدت إلى مقتل العديد من المصريين اليوم. نعم. اليوم لابد أن تتخذ إجراءات رادعة ضد غلق جميع مقرات مكاتب الجزيرة، وأي قناة معاونة للجزيرة تكون قد أدت برسالة الفتنة وأدت إلى وقوع ضحايا اليوم. لا يمكن أن تكون سيادة الدولة محل تهاون أو محل نوع من التراخي. نعم. لابد أن تكون
الدولة اليوم محل سيادة ومحل هيبة. ونعتذر لمتابعة التغطية الإخبارية المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال، وأيضا سيادة اللواء مجدي الشاهد الخبير الأمني. شكرا جزيلا لكم، كل الشكر. ومشاهدينا الكرام فاصل ونستكمل معكم التغطية المستمرة على مدار الساعة لمحاولات فض اعتصامي رابعة العدوية. أنا بنذرك يا سيسي، سيكون هناك خطوات تصعيدية لا يتخيلها أحد. بلاد المطار